السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو رائحة الفم الكريهة عند بعض الناس أثناء فترة الصيام. الرائحة دي بتنتج عن عدة أسباب. أول حاجة بيكون اللي هو عدم الأكل والشرب، وده بيقلل إفراز اللعاب، وبالتالي بيتراكم البكتيريا على سطح اللسان والأسنان. عايزة أقول لكم يا جماعة نصيحة مهمة جدا، يا ريت وانتوا بتغسلوا أسنانكم هتغسلوا أسنانكم مرة بعد الفطار، مرة قبل النوم، وكمان مرة بعد السحور. دي مرة مهمة جدا جدا. وما ننساش نغسل اللسان بظهر الفرشة. يا ريت نعمل سكرابنج أو زي تقشير كده للطبقة البيضاء اللي على اللسان، لأن هي دي المسبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة. وتاني حاجة نقلل شرب القهوة والشاي في فترة السحور. وكمان يعني بعض الأطعمة اللي بتحتوي على الثوم والبصل، المواد دي بتفرز بعض ال الإنزيمات أو بعض الروائح اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة. فعلشان تستمتعوا برائحة فم جميلة، اشربوا مية كتير بين السحور والفطار. كمان اغسلوا أسنانكم بعد السحور وبعد الفطار وقبل النوم. ما تنسوش غسيل اللسان، لأنه مهم جدا جدا جدا، لأنه بيتراكم عليه البكتيريا اللي مسببة بشكل كبير لرائحة الفم الكريهة. ممكن نستخدم الغسول الغير محتوي على الكحول، يعني نستخدم مضمضة بس نتأكد ان ما يكونش فيها كحول. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم المرة الجاية على خير.